السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. شفنا كلنا الفيديو بتاع مدرس اللغة الفرنسية، مدرس الفرنش، اللي طلع واتكلم وقال ان بين يوم وليلة لقى ان مرة واحدة كل اللي اشتغل عشانه اتبخر كده بعد الشر. ان مرة واحدة لقى ان المادة بتاعته مبقتش موجودة في الكوريكولوم اصلا، مش موجودة في المنهج مرة واحدة، فمش عارف يعني هيعمل ايه من دلوقتي. انا مش طالع اتكلم عن الفيديو كرأيي انا في الدروس الخصوصية او ككده، يعني الموضوع ده قتل بحثا، وفي ناس مؤيدة ليه وناس معارضة ليه، وكل طرف للأمانة عنده أسباب يعني مقنعة. وتعالى أفاجئك وأقولك إنه أنا شخصيا شايف إنه النظام الإديوكيشن الصح الاند ريزلت بتاعته إنه الطالب مش مضطر ياخد كورسز. يعني لو النظام اتطبق بشكل صح المفروض الطالب ميبقاش مضطر ياخد كورسز. فالتوبيك ده يعني يمكن رأيي فيه عكس الرأي اللي انت متخيله. انت متخيل ان انا عشان بدي كورسز فانا 100% مصير للكورسز. انا عايز اقولك انا نفسي اقول الحمد لله جبت في الانجليش 760 بفضل الله، وما كنتش باخد كورسز فيه، لكن للامانه كنت في educational system قوي جدا، لان كنت اصلا في مدارس محدش بيتكلم فيها عربي. يعني مش ان انا بقول ان دي حاجه حلوه، يعني طبعا دي حاجه ليها عيوب كتير جدا، لكن دي يمكن من المزايا اللي كانت في الموضوع. المهم مش ده التوبيك بتاعي ومش ده اللي جاي اتكلم عليه. انا جاي اتكلم معاك على ايه النهارده؟ انا عايز هايلايت يمكن اكتر حاجه لفتت نظري في الموضوع ده كله فعلا، هي انه بين يوم وليله في مواد اتلغت، مواد بحالها اتلغت من المنهج في الثانويه. ويمكن ده انت تبقى مبسوط بيه وشايف ان هو يعني تخفيف عن الطلبه، وان احنا كده بنقلل اللود عليهم، ودي حاجه كويسه فعلا. بس المشكلة ان ده بيشاور على غلطة كبيرة جدا وهول كده، ثغرة في السيستم عملاقة جدا، وهي انه طيب طالما المواد دي ما كانتش بالنسبة لنا مهمة وعادي ان بين يوم وليلة نلغيها، يبقى ليه هي كانت موجودة في المنهج اصلا؟ يعني عارف لما تلاقي كده انه انت بتبقى عايز تسأل سؤال مهم جدا. احنا بنعلم اي مدرس انه لما يخش الفصل لازم يبقى عنده intended learning outcomes، لازم يبقى عنده اهداف المفروض ان هو داخل الفصل عشان يحققها، لازم يبقى عنده رؤية، هو شايف انه السيستم يمشي ازاي، انه الحصة تمشي ازاي، ايه الاهداف اللي عايز تطلع بيها من الكورس ده مثلا، ايه الاهداف اللي عايز تطلع بيها من الثانوية العامة. مجرد ان بين يوم وليلة مادة اتلغت كده، ده يقولك انه ما كانش محطوط فيجن كويسة لنظام الثانوية العامة في العموم. ودي يمكن مشكلة كبيرة in the management of a lot of things، بس يمكن ده اكبر عيب فعلا انا شايفه في الثانوية العامة. انت مفيش فيجن كويسة محطوطة، مفيش هدف احنا بنحاول نوصل له محدد، وعشان كده هتلاقي انه في كمية inconsistencies وكمية عدم تنظيم وكمية lack of organization مش طبيعية. تمام؟ لو انت فتحت اول جزء من كتاب الكوليدج بورد اللي هو يعتبر مصدر البراكتس الرسمي لامتحان السات، هتلاقي ان هما كانوا يعني كاتبين في الاول كام صفحة كده عن ايه الاهداف بتاعة الامتحان ده وليه تم اختيار المواد دي بالذات. وده الهدف. المفروض انا لما بحط امتحان بيكون عندي جولز معينة انا عايز احققها. اي بروجكت في الدنيا بيبدأ بان احنا نعرف ايه الهدف اللي عايزينه ونمشي. ويمكن دي اكبر عيب بالنسبة لي في الثانوية العامة، انه مفيش فيجن. الولاد مفيش اهداف محددة، في كل الخطوات حد هيتظلم. لو حد نقص درجات في المواد اللي اتلغت دي، يعني حد تخيل نفسك كده انت مكان طالب السنة دي ولقى انه المواد دي اتلغت، لو كان نقص درجة هيقولك يا نهار ابيض، طب يعني انتوا جايين بعد ما انا مشيت وتلغوها؟ والشاهد في الموضوع انه فعلا اللاك اوف فيجن، اللاك اوف اورجانيزيشن دي من اكبر العيوب ان لم يكن اكبرها في نظام الثانويه العامه. ويمكن ده فعلا الحاجه اللي بتميز نظام البريتش والامريكان وحاجه زي الاي بي عن الثانويه المصريه، انه فعلا في فيجن. ابنك داخل بيذاكر الحاجات دي لهدف معين وبيطلع منها بنتيجه معينه، والهدف مش مجرد انه يخش الكليه، يعني ده هدف اصلا عايز اقول لك مش جانبي بس، يعني مش هو الهدف الاساسي الوحيد، ده جزء من الكرايتيريا، ده جزء من الفكر. ف ده يمكن حبيت بس افضفض كده سريعا عن موضوع الثانويه العامه وكده. و I'll see you soon ان شاء الله، نرجع نتكلم عن الدبلومه الامريكيه وملناش دعوه باي شهادات. السلام عليكم.